تعالى اقول لك على نظام تقدر تبيعه للمطاعم باكتر من $100، والنظام ده قادر ان هو يجمع الاوردرات من خلال التليجرام او الماسنجر او اي وسيلة تواصل، من خلال ان هو بياخد الاوردرات ويبدأ ان هو يسجلها عن طريق جوجل شيت. مش بس كده، يقدر كمان ياخد فويس من العميل. يعني العميل لو بعت له فويس مثلا عايز واحد قهوة مظبوط، ويبدأ ان هو يسأله انت عايز على الترابيزة ولا عايز ديليفري، فيبدأ ان هو يقول له لا انا عايز ديليفري، فبياخد منه العنوان وبعد كده بيسجل كل التفاصيل ويحطها له في جوجل شيت. ويلا بينا نبدأ الفيديو. اهلا بكم من جديد، معاكم مروان خليل من ان بالعربي. النهارده باذن ربنا هنتكلم على سيستم مهم جدا ممكن تاخده وتبيعه كمان للمطاعم. ولو انت مطعم مبروك عليك، السكريبت هسيبهولك في اول لينك مجانا وتقدر انت تشتغل بيه. السكريبت ده بياخد الاوردر من العميل بتاعك وبيسكنهولك في جوجل شيت. يعني انت لو مطعم وانا دلوقتي مثلا جوه المطبخ وفاتح جوجل شيت، فانا بيظهر لي الاوردر بتاعي، تمام؟ او العميل لما يطلب اوردر يظهر له بالمنظر ده، وانا ابدا اشتغل فيه بدل ان انا اجيب مكنه ولما اضرب المكنه عند الكاشير يبدا يسمع جوه في المطبخ. لا، السيستم ده مجاني 100% ومش هيكلفك ولا جنيه. طيب، خلينا نبدأ على بركة الله. بس ما تنساش ان انت تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناة عشان يوصل لك كل فيديوهاتنا. وخلي بالك من خصم ال70%، خلاص قرب يخلص. كل سنة وانتوا طيبين. هتلاقي اللينك تحت في الديسكريبشن. طيب، اول حاجة انا عامل الاوتوميشن ده عن طريق اول حاجة التليجرام واوبن اي اي واي اي ايجنت وجوجل شيت. جميل. انت لما تسطب ان هتدوس على الثلاث نقط دول وتقول له import from file بعد ما تحمل الفايل، وتبدأ ان انت تجيبه تدوس عليه وتقول له open، هتلاقيه فتح معاك بالمنظر ده. طيب، دي اول حاجة. تاني حاجة، انت محتاج ان انت تسطب تريجر. التريجر بتاعنا اللي هو مين؟ التليجرام. انت ممكن بقى تخليه ماسنجر، واتساب، آه ايا كان، ممكن يبقى على الويب سايت بتاعك، مفيش اي مشكلة. التريجر ده اللي هو بداية الورك فلو. انا هبتدي امتى الورك فلو؟ هيبتدي امتى؟ انا هنا مسطب التريجر بتاعي. خليني اوقف دلوقتي كده. فانت بتروح على التليجرام بتقول له create new credential، وبتبدأ تحط حاجة اسمها الاكسس توكن. والاكسس توكن ده بتجيبه عن طريق حاجة اسمها بوت فازر. ماشي، طبعا انا شرحه هتلاقي اللينك تحت في الديسكريبشن ازاي تسطب التليجرام بتاعك. طيب، بعد كده بعد ما بتسطب التليجرام تبدأ تختار ان هو لما يبعت رسالة. هو كده كده كل السكريبت كده كده مجانا، فانت مش محتاج اي حاجة. بس عشان لما تتسأل فيه ولا حاجة، فانت هنا هو هتجيب تليجرام وتبدأ ان انت تختار حاجة اسمها send message. دور معايا على send message. اون مسج هنلاقي التريجر اسمه اون مسج. ماشي، لما الرسالة تتبعت لي. وهنا انا عامل حاجة اسمها سويتش. سويتش ده لما الرسالة يبقى نوعها، فالرسالة لو نوعها تكست يعني كتابة، ماشي، ابدأ ان انت تودي لي الرسالة على طول للاي اي ايجنت اللي هو هيبدأ يعمل الاوردر في جوجل شيت. طب الرسالة لو اوديو، انا هنا محدد برضو من ضمن الحاجات لو الرسالة صوت، ماشي، ابدأ ان انت تعرف ان هي صوت وابدأ عالجها لي. يعني ايه عالجها لي؟ يبدأ ان هو يحولها من صوت الى رسالة نقدر ان احنا نفهمها للاي اي agent. فهنا هجيب الصوت، ماشي، ده اللينك بتاع الاوديو. يعني انا لو رحت مثلا عملت تيست للورك فلو ورحت قلت ايه تيست 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 ورحت بعت كده، هيبدأ ان هو يتعرف زي ما انتوا شايفين. بدأ ان هو يتعرف ان هو اوديو، وبدأ ان هو يمشي التراك بتاع الاوديو. هنا ما مشيش تراك التكست ليه؟ عشان انا قايل له السويتش خلي بالك ده نوعه ايه؟ اوديو. بدأ يمشي اهو، جاب اللينك بتاع الفايل. فين اللينك بتاع الفايل؟ اللي هو ده الفايل اي دي، سحبته هنا اهوت، وبدأ ان هو يحمله لي، وبدأ ان هو يديه لاوبن اي اي. ده عبارة عن
ذكاء اصطناعي بيبدأ ان هو يعمل ترانسكرايب للريكوردينج. برضو بتخش تقول له كرييت نيو كريدنشال وبتجيب الكريدنشال بتاعة الاوبن اي اي، هتلاقيني برضو سايب لك شرح ليه تحت. طيب بعد كده زي ما انت شايف حول الصوت لايه، لكلام. وبعد ما يحول الصوت لكلام دخله على الايه، على الاي اي ايجنت. جميل. طيب الاي اي ايجنت بقى هنا بيبدأ ان هو ياخد الرسالة، ماشي، من سواء ان انا كتبتها او ان انا رحت كلمت يعني مع التليجرام كصوت، ويبدأ يفهم. انا هنا قايله ايه؟ بقول له انت مساعد ذكاء اصطناعي للمطاعم لاخذ الاوردرات، لازم افهمه وظيفته وسجلها في جوجل شيت، ولازم تاخد الاوردر وتنشئله لرقم في خانة رقم الاوردر، ولازم رقم الاوردر زيادة عن اللي قبله برقم واحد، بمعنى اللي قبله واحد ثم اللي بعده اتنين، عشان خاطر يبدأ ان هو يرقم لي. وتاخد الاوردر وتسكنه في خانة الاوردر، ولو كان ديليفري اسأله عن عنوان التوصيل ورقم الهاتف في خانة الدليفري. مهم جدا اذا كان في المطعم اكتب لي رقم الطاولة، يعني هيسأله رقم الطاولة ايه. ويجب ان تسأله هل تريد بالمطعم او ديليفري، ولو كان ديليفري اسأله على العنوان وسجله في ايه، في جوجل شيت زي ما احنا شايفين كده. تمام، خد العنوان وايه وسجله في جوجل شيت وقال لي الاوردر عبارة عن ايه، ديليفري. طيب ده الايه، البيانات بتاعت السيستم مسج. يعني انا هنا بقول له او بفهمه انت عبارة عن ايه. وبعد ما يفهم الرسالة يبدأ ان هو يبعت للعميل يسأله عن طريق التليجرام، ويبدأ يسكنه لي في ايه، في جوجل شيت بعد ما ايه، بعد ما اسأله. يعني أنا دلوقتي قال لي انت عايز تطلب الاوردر في المطعم ولا ديليفري، فهبدأ ان انا اقول له لا انا عايزه ديليفري. فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل. تمام، لما اعمل الورك فلو لايف انا هروح اعمله اكتف عشان مش كل شويه هقول له تيست للورك فلو. وطبيعي ان هو هيسمع في الرو رقم 5. هروح ان انا اجيب الاكسكيوشن عشان اشوف العمليات اللي بتحصل، طالما معمول عليها اخضر كده يبقى العمليه ناجحه. انا هبدا ان انا ابعت له فويس، لو سمحت محتاج ان انا اعمل اوردر، ايه عايز في المطعم ولا ديليفري. طبعا هنا العمليه اهي، ماشي، اللي حصلت يعني تمام معمول عليها بالاخضر. هبدا ان انا اقول له لا انا كنت محتاجها في المطعم لو سمحت. بيبدأ برضو ان هو يعمل عمليات. الطلب اللي عايز تسجله، لو سمحت كنت محتاج قهوة مظبوط. بدأ ان هو يسجل رقم الطاولة، رقم الطاولة 5. وهيبدأ ان هو يجمع لي كل الاوردرات ويقوم مسمحها لي في ايه، في جوجل شيت. اهو تم تسجيل قهوة مظبوطة على الطاولة رقم 5. ولو رحت على الشيت بتاعي هلاقي ان في فعلا قهوة مظبوط على الطاولة رقم 5. وبكده نكون عملنا اوتوميشن فويس، العميل يطلب سواء ديليفري سواء على في المطعم جوه المطعم وهكذا، وممكن انت تبيعه للمطاعم. ومبروك عليك السكريبت. وطبعا ما تنساش ان انت تشترك في القناة وتنزل تحمل طبعا السكريبت مجانا، وما تنساش خصم 70%. كان معكم خليل من ان بالعربي. سلام.